بالله نحن نقول لكم حاجه سيد دويل، نحن فينا شكون معاق لهنا وفينا شكون معاق بالرسمي، حتى البطال معاق في كلتا الحالات، البطال معاق وفينا شكون معاق بالحق حتى عضوي. نحن زوما قداش من مره يكلمونا يقولوا لنا راهم نحبوا ناخذوا قروض باش نعملوا مشاريع سواء من البيتيات ولا من الجمعيات التنمويه. اصلا الوراق ما يعرفوهاش، البروف يدير كيفاش ينجم يعمل المشروع نتاعو ما ينجمش وما يعرفش، والتوا مازالت في شركه المعتمديات بالمحسوبيه وتعرف فلان وفلان باش تاخذ فلوس باش تعمل بها بروجي. هذه لول. اثنين المناطق الصناعيه اللي تحكي عليها السيد الوالي سواء دوار هيشر ولا غيرها، هي مواطن شغل هشه. ايش معناتها؟ معناتها يجيك يخدمك ب 300,000 وكونترا شهر وبعد يقول لك برا وانت عندك صغار وعندك اولاد. وكان لازم زاد على اوفريه تبعته مكتب التشغيل دوار هيشر، فهمت على اساس ذاك ظروفه الصناعيه خايده يهزك ويحطك ويزيد يقول لك باش نعمل لك كونكور وانت بتدخل اوفريه. قد ايه كيفاش يتعاملوا اصحاب المؤسسات في الزون يتعاملوا معنا كعبيد. اصحاب المؤسسات يتعاملوا معنا بإسلام عبيد، بلاش خدامة، لا يتعاملوا معنا معناتها بالحق عبيد، يعني يخدمك ويقول لك بروح وقت اللي يحبه هو وما تكمل راح بالله لحظة يا اخوي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ثم شغول على مستوى الليسيات والمدارس والمستشفيات وكل شيء في العمل. ثم ليسيات تبقى في الليل بلاش عساس. ثم مكاتب معناتها العساس تخدم في بلاص تصير بيضاء. شوية الشغلات سواء يفرقوا سواء في البيتارات سواء في المدارس. بتقول لي ما عندناش فلوس ولو انا طلبنا من الحكومة ما عندناش فلوس، انا نقول لك لا الفلوس موجودة. مين الإرادة في علاقة بالتشغيل؟ انتم لاهين فين في السياسة، ما تكونش لاهين في الزواج. لا انتم لاهين كيف التجاذبات السياسية دي مشكلتكم انتم، ما هيش مشكلة الزواج. نحن ما عندناش لا تجاذبات سياسية لا مع المعارضة ولا مع الحكومة. نحن ما نلقوش حق سيجار ولا ما نخموش فيها في حكاية السياسة. التجاذبات السياسية اللي قاعدة تصير عندكم هي بس بطالة في تونس. لذلك حاجة أخرى يا سيد جواد، نحن مش نقول لك راهو الشغلات هذيك من حقنا ندخلوها، يعني كان ثم نقص بتاع اساسا في الليسيات الزومه من حقهم يدخلوا يخدموا. وكان ثم زاد حاجه اخرى عمال الحظيره يا اخي قديش عنا عامين نستنوا باش تسووا لهم وضعيتهم. السيد هذاك خلي يخدم 3 شهور في الحظيره، علاش من بعد ما تشوفلوش حل وتنتسبوا؟ والسيد هذاك عنده عامين وغيره برشا ثم دفاع اكثر من هكاك، ثم شكون عنده 10 سنين. علاش ما نسوي لهمش وضعيتهم؟ انت عندك عمال حظيره يخدموا لهنا وما نسويش لهمش وضعيتهم. انا كان جبت بلاصتك من ان جبت تحل مشاكل العباد ما نبقاش في الدعاء، نقدم ديميسيون ونقدم استقاله. خير من نبقى في الدعاء. اصحاب المؤسسات كان تطلبهم تو تصدقني ما يهزوش عليك التليفون سيد الوالد. انا حضرت موافقه معاك على 4 عام في دوريس. قداش معايا؟ لا عليك والله العباد هذوما سيد الوالد انت تحبهم يرجعوا ولا يمشوا للحوم يعملوا حكايات اخرى. نحبونا نمشوا انا بختمة الناس بالشهيدة حتى مثال صحيح ولا بالشهيدة حارقة مثال واحد دبلوم عنده دبلوم عامل فورماسيون ومتبين جير نعطيه قرض خلي عايش عاينته الكل ومش مزية باش تعطيه له تو بالمعارف اللي تعطي فيها القروض البيتيات. هذا تاخذ كل احسن الموضوع هذا خلي